السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه هلا ارت. باذن الله هنعمل مع بعض النهارده علب الهدايا اللي احنا بنعلقها على الشجره بتاعه الكريسماس. خلينا نبتدي على بركه الله ونشوف احنا هنعملهم ازاي. هنحتاج في الاول ل6 قطع من الكرتون. كان مقاس القطعه الواحده فيهم 2.5 سنتي في 2.5 سنتي. هنحط في الاول سيليكون هنا ونثبت عليها القطعه التانية كده، وهنحط سيليكون الناحيه دي ونثبت القطعه دي، وبعد كده هنحط هنا سيليكون وهنا سيليكون ونثبت القطعة اللي بعدها. بعد كده هنحط سيليكون على الاربع اجزاء دول ونثبت القطعة دي، والناحية التانية نفس الموضوع ونثبت القطعة دي. هتدينا زي صندوق بالشكل ده كده. هنجيب ورقة فوم بأي لون احنا حابينه، وهنبتدي ان احنا نثبت الفوم على المربع اللي احنا عملناه. هنثبت كده بس هنسيب من الجنب شوية، ونرجع نحط هنا سيليكون وهنحط هنا سيليكون ونثبته هنا، ونقص الزوايد. هيكون معانا بالشكل ده كده. هنجيب اي حاجة عندنا بقى، شوية ستان استراس زي ده كده، الخيط اللي هو احنا عملنا بيه الصندوق ده. احنا هنا بس مشينا الخيط هنا كمان. اي حاجة متاحة عندنا نستعملها. هبتدي بقى ان انا احط هنا سيليكون والف الشريط ده ان انا اوصله بالناحية التانية، وكذلك الناحية دي. هنيجي هنا وهنحط ده كده، مش هنحطه من فوق عشان ما يبقاش مكلكع قوي، وهنحط سيليكون على الجناب دي ونمشي عليه الشريط برضو. نقص الزيادة. هيكون معانا بالشكل ده كده. عشان بقى نعمل ورق الشجر ده، فاحنا هنحتاج لأي قطعة فوم صغيرة عندنا، وهنقصها على شكل ورقة شجر بالشكل ده كده. وهنيجي من هنا وهنعمل فيها زي سبعات، والناحية اللي قصادها نفس الموضوع. هتدينا شكل ورقة الشجر ده. هنيجي هنا وهنحط سيليكون وهنثبت ورق الشجر بالشكل ده كده.
وهنجيب 3 فصوص لولي وهنحطهم هنا. هيكون معانا الصندوق بالشكل ده كده. احنا عاملين الاصفر زيه كمان. الاشكال التانية بقى فهي كانت نفس النظام برضو، بس الفرق بقى ايه، ان احنا هنا بدل ما عملنا هنا كمان عملنا 4 بس، وحطينا شرط من الستراس ده، وكبرنا الحجم شوية بتاع ورق الشجر وبتاع الفصوص. ودي كان التصميم بتاعها كده. وده الخيط اللي هو قلت لكم هو بيتباع ب8 جنيه الشلة كبيرة جدا. ده عشان يتعمل منه العلاقات بتاعه الحاجات بتاعه الكريسماس او ايا كان هنعلق ايه. عملت دي وحطيت هنا فص في النص، ودي عملت فيونكة بالشرايط دي وحطيت برضو فص في النص. يعني بقى ايه، التزيين ده حاجة تخصكم، ابدعوا فيها زي ما تحبوا. طب لو احنا حابين ان احنا نعمل لها علقة عشان تتعلق منها هنعمل ايه؟ هنجيب برضو قطعة من دي ماشي، وهنثبتها في الجنب، هنربطها عقدة وهنثبتها في الجنب من هنا عشان نعرف نعلقها على الشجرة. بس انا عاملة دول عشان هستعملهم في حاجة تانية، فمش محتاجة يكون ليهم تعليقة. اتمنى ان الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.